بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة والحلقة الأولى من حلقات تعلم برنامج الفوتوشوب. أولا لا داعي إلى المقدمات، إذن مباشرة سنبدأ. إذن واجهة الفوتوشوب ستكون هكذا. تجدون هنا ملفات، هنا تجدون هذه القائمة، وهذه قائمة الأدوات، ثم قائمة الطبقات هنا، وكذلك باقي القائمات. إذن سنذهب مباشرة إلى المهم. أول وككل البرامج نذهب إلى ملف، هنا إلى ملف، ثم نضغط على القائمة، ثم نأتي إلى جديد يعني، أو كنترول أن يعني فتح مشروع جديد، وفتح يعني، وعندما نريد فتح أو الذهاب إلى كنترول نقوم يعني بفتح مشروع سبق لنا أن بدأنا عليه العمل. عفوا. إذن فنذهب إلى ملف ثم جديد. تظهر لنا قائمة في أول خانة من خاناتها يكون لنا اسم المشروع. هنا نكتب اسم المشروع، مثلا نقوم مثلا جمعية مثلا الخير كأبسط مثال. مثلا هنا نختار الاسم. بعد اختيارنا للاسم نذهب إلى الإعداد المسبق. الإعداد المسبق هذا دوره مهم جدا. فهنا نجد الافتراضي فوتوشوب أو حجم فوتوشوب الافتراضي، ورق، وكان ورق دولي، وصور، وإلى باقي الخير. نحن نكون يعني معتادين على العمل مع جمعيات مثلا، فدائما ما الجمعيات تحتاج إلى نوع الورق، لأننا نحتاج إلى الطباعة. قلما نحتاج إلى عمل صور صور البروفايل، أو يعني أن المهم أو من يريد العمل مع الجمعية الخيرية أو ما شابه فيحتاج إلى ورق دولي، يعني إلى نوع الورق المعتاد. بعد اختيار الإعداد المسبق وهو ورق الدولي نذهب إلى الحجم. الحجم يبين لنا كل أنواع الورق، فأكات هي المعتادة، فكل واحد يعرف منا ورق نوع أكات، يعني هي ورق الكتابة وورق الطباعة المعتادة في الامتحانات، وكذلك أسيس أسان كلها أنواع، هذه كلها أنواع للورق، فنختار أكات على المعتاد. بمجرد اختيار الحجم البرنامج بصفة أوتوماتيك سيختار لنا العرض والارتفاع، وكذلك كان الحق في تغيير الوحدة، فمن الأحسن وضعها بيكسل. فمباشرة يعني عندما اختيارنا الحجم آكت، فمباشرة العرض والارتفاع يختار من طرف البرنامج. دقة الوضوح، وهي دقة المشروع ودقة الصورة التي نريد أن نعمل عليها. فكلما كانت كبيرة كان حجم الورقة أو كان حجم المشروع أو الصورة جيد جدا. إذن دقة الوضوح كذلك يمكن تغييرها فيما بعد، سنريكم الطريقة التي تغير بها. ثم صيغة الألوان، وهذه أهم خطوة كذلك. فمثلا عند اختيار نقطي مثلا سيختار لنا يعني كل درجة من هذه أو كل نوع من هذه النقاط هناك عدد من الألوان. فدرجة الرمادي مثلا فيها الأسود والأبيض فقط، مثلا نقطي ربما لا أدري، المهم. ثم ألوان الفرز مثلا CMB ولا CMK أو ألوان رجعية نجدها في الطبيعات، يعني بعض الألوان مثلا بعض المشاريع عندما نعملها في برنامج الفوتوشوب عند طباعتها نجد اختلافات كبيرة، أو نجد اختفاء، يعني صح التعبير، اختفاء بعض الألوان التي كانت في المشروع تختلف على التي طبعت في الطبيعة. إذن فمن الأحسن اختيار ألوان الRGB، وهي التي تحتوي على أكبر كمية من الألوان، يعني فيها كل الألوان. فعندما يرسل لك شخص مثلا يريد عمل صورة، مثلا يريد عمل صورة غلاف لفيسبوك، أو صورة يعني على الميديا يعني دون الطباعة، فمن الأحسن الRGB، وكذلك للطباعة يصلح. إذن هذه أهم النقاط التي يريد أن أحددكم عليها. تبقى نذهب إلى محتويات الخلفية. محتويات الخلفية فيها لون الخلفية، فيها شفاف
وفيها لون أبيض. فكل واحد يعني منكم من يحتاج يختار الخلفية، عفوا الخلفية البيضاء واللون الشفاف، فأنا أحبذ اللون الشفاف، فكل حر. مثلا الشفاف ستظهر لنا خلفية المشروع خفف. إذن هذه الخيارات التي اخترناها هي يعني أهم الخيارات يعني والمتقدمة. إذن لا داعي للذهاب إليها. بعد الاختيار كل الخيارات نضغط على أنتري أو موافق. ستظهر لنا الشاشة ب يعني أكت ها هي أكت. إذن على حجم ورق الأكت بخلفية بيضاء كما اخترنا. مثلا منكم من يريد عمل شهادة مثلا، فيريدها يعني أن تكون أفقية، يعني ليس بهذا مباشرة. نعيد إلى جديد، وكذلك مثلا نسمي المسرح مثلا، أو شهادة مثلا، شهادة على سبيل المثال. فنفس الخطوات، نذهب إلى مخصص، ثم نضع ورق دولي، ثم نتركها أكاد بحسب النوع الذي نريد من الورق. فنحبذ، لأن الشهادات في الأكاد فقط. هنا في العرض وفي الارتفاع فقط نقلب العرض والاختلاف، ولو أنه فيه هناك طريقة أخرى، ولكن بما أننا مبتدئين يعني نريكم طريقة. فنضع 297 الفوق، وهنا 210 يعني طريقة مبتدئة. ثم دقة الوضوح، ألوان RGB، فهو يحتفظ لنا بنفس الإعدادات. الخلفية أبيض ثم موافق، فسيظهر لنا الشكل هكذا. هنا نستطيع عمل الشهادة نتاعنا ونخدموا عليها. إذن فهذه هي أهم الأساسات في يعني طريقة فتح البرنامج، حتى لا نطيل عليكم. إذن في حلقة قادمة سنشرح لكم هذه الأدوات، وكذلك سنوضح لكم طريقة عمل هذه، وكذلك طريقة تنظيم الطبقات. إذن إذا أعجبك الفيديو أرجو أن تشترك في القناة، تشجيعا لنا نستمر في نشر المزيد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.